مدينة الدار البيضاء كتقول ولدي ساكن في دار بوحدو، انا عايشه بوحدي، انا امراه مسنه مريضه بالسكري والقلب والضغط الدموي، كنعيشوا في نفس المدينه، ما كيجيش يزورني، كيقول لي الا بغيتيني نجي نزورك عيطي ليا، يعني بحال قلتي عرضي عليا. وبالفعل كنوجد الماكله والشراب الى غير ذلك وكنعيط عليه، ولكن دابا انا عييت نبقى نعرض عليه باش نشوفه. شنو الراي ديال الاستاذ في هذا الشيء؟ اولا انا لا اتفق مع هذا الشاب فيما يقول. عرضي عليه. عيطي ليه. عيب انك تقول للام ديالك هذا الكلام هذا. وصلنا لراه يعني ولينا شوف شحال ديال السلوكيات يعني دازت عندنا دابا، ماشي هي هذيك السلوكات ماشينا، ما لا يقرر الشرع تجاه الاباء. فعرضي عليا عاد نجي لعندك يا اخي الكريم. هذيك راه امك، هذيك راه من المنتظر. انت راه خصك تعمر القفه وتديها. انت خصك تمشي تطرق الباب غفله، ميت وحشك، بغيت نشوفك، بغيت نسلم عليك، نبوس يديك. وصلنا لهذا المستوى ديال عرضي عليا عاد نجي لعندك. انت شكون انت؟ انت هو او اتقوا الله يا شباب. راه امك هذيك راه لا تحتاج انك تهز التليفون تقول لها عرضي عليا باش نجي لعندك، انت تعرضي عليا تجي. ما تحتاج. انت خصك تمشي لعندها وتزورها وتسول على الاحوال ديالها وتشوف واش الام ديالي بخير ولا لا، واش في صحه جيده ولا لا، واش كتاكل ولا لا، واش يعني مكفيه ولا لا. نعم. لا اله الا الله. ناخذ اتصال.